يا مساء الفل، النهاردة هعمل معاكم وصفة بتنجان. وصفة سهلة وسريعة كده، يعني وصفة اقتصادية جدا. بتنجنتين اتنين واتنين طماطم واتنين قرن فلفل. يعني وصفة اقتصادية جدا. النهاردة هعمل معاكم متبل البتنجان بطريقة سهلة وبسيطة. زي ما انتم شايفين كده معانا بتنجانتين اتنين، اللي هو البتنجان اللي هو المكبب او الطويل ده، زي ما انتم شايفين كده. ومعانا اتنين طماطم ومعانا قرنين فلفل. زي ما انتم شايفين هجيب البتنجان وهقطع الحتة اللي فوق دي كده وهقشره كده. انا عايزاه من غير قشر، والمتبل بتاعنا بيكون من غير قشر البتنجان. هنقشر البتنجانتين كده كلهم زي ما انتوا شايفين، زي ما انا بقشره كده. وصفة اقتصادية جدا، يعني تقدري تحضريها في الغدا، في العشاء، في الفطار، جنب أكلة مشويات حلوة كده، كفتة، فراخ مشوية. يعني كده أكلة جميلة جدا في أي حاجة، ومش مكلفة تماما، يعني تقدري تحضريها في أي وقت. زي ما انتوا شايفين احنا بنقشر البتنجانة بتاعتنا كده وهنقطعها. قطعيها كده زي ما تحبي، كده كده التقطيع يعني مش هيبقى له يعني يعني عادي، كده كده كل ده هينضرب في الكبة بتاعتنا. طبعا اول حاجة انا عايزة البتنجان ينزل ميته كلها. هجيب مناديل مطبخ كده وهرص البتنجان بتاعي عليها، ومعايا شوية ملح هرش بيهم البتنجان ده اللي هيخلي البتنجان بتاعي ينزل ميته كله. هخلص كده رصة البتنجان كلها زي ما انتوا شايفين، وهجيب شوية الملح بتوعي ارشهم كده على البتنجان لحد ما ينزلوا المية بتاعتي خالص. يعني هشيل البتنجان ده من على المنديل، هلاقي المنديل بتاعي مبلول مية كده. فانا عايزة يعني عايزة اشيل اي مية في البتنجان، عايزاه ناشف جدا. كده بعد ما عملت البتنجان زي ما انتم شايفين المنديل بتاعي خلاص بقى مبلول جدا. معايا شوية دقيق اللي هعفر بيهم البتنجان بتاعي. طبعا مش حابة تعمليه بالدقيق براحتك عادي، بس هو بالدقيق كده تحسي ان هو مش ما بيشربش زيت كتير، وفي نفس الوقت بيبقى مدي سنة قرمشة كده، حتى لو انت هتحمريه كده وتاكليه من غير ما تعملي زي ما احنا هنعمله النهاردة، بيبقى جميل اوي. انا هعمل الكمية بتاعتي كلها كده بالدقيق زي ما انتم شايفينه كده من جوه وبره، بس هنفضه واشيل من عليه اي دقيق زيادة. احنا بس يدوب هنعفره كده وخلاص. بعد زي ما انتم شايفين كده انا خلصته، ومعايا الطماطم بتاعتي ومعايا الفلفل والشطة. اول حاجة كده جايبين طاسة معايا على النار، اول ما تسخن كده هنزل بالبتنجان بتاعي. وزي ما انتم شايفين انا مش حاطه زيت كتير، يا دوب بس يعني تحمير وش وضهر وخلاص. انا مش عايزاه يبقى شارب زيت. المتبل بيبقى يعني نسبة الدهون بتاعته بتبقى قليلة خالص. طبعا زي ما انتم شايفين كده هبدأ اقلبه كده على وشه من اللمة التانية. انا مش عايزاه يحمر معايا قوي، يا دوب بس ياخد لون من فوق ومن تحت، وما تكونش النار هادية عشان ما يشربش الزيت، بس في نفس الوقت عايزاه يستوي معايا. يعني لا نار متوسطة لا نار هادية خالص ولا نار عالية، في الوسط كده عشان يستوي وفي نفس الوقت معايا ياخد لون وما يتحرقش مني. لو انت طبعا حابة تقطعيه ارق من كده بس هينشف منك، فهو التقطيعة دي مناسبة. في نفس الوقت مش هيشرب زيت ومش هينشف منك ومش هيتحروق منك على طول. هنقلب من فوق لتحت كده ونسيبه دقيقتين كده على النار. وبعد كده طبعا هنقلبه هنلاقيه خد لون كده، هنقوم قلبينه على وشه على طول زي ما انتم شايفين كده. اللون ده كويس جدا. يعني مش هنخليه ياخد لون غامق قوي او يتحروق عشان ما يبقاش طعم المتبل بتاعنا مر كده ومش حلو. هنقلب كده بقية البتنجان بتاعي.
طبعًا بقى اللي حابب يقليه في زيت كده كتير براحته عادي، اللي حابب مثلًا ممكن تشويه عادي وممكن تعمليه مشوي يعني، تاخديها مشوية كده برضه وتعمليها، بس بيبقى طعمه أمّا بتحمّريه في الزيت كده بيبقى طعمه حلو جدًا. ممكن اللي عنده air fryer ممكن يحطه فيها، يعني متاح ليكِ تعملي اللي أنتِ عايزاه. زي ما أنتم شايفين كده أنا هاجيب منديل كده وطبق وأطلّع عشان لو في أي زيت منّه المنديل يشرّبه كده ويبقى البتنجانية معايا ما فيهاش زيت، زي ما أنتم شايفين كده جايبة مناديل مطبخ على طبق وباطلّعه فيها كده. الوصفة جميلة جدًا، جدًا، يعني الوصفة دي معتمدة مشويات، أي أكلة هتعملي جنبها متبل بالبتنجان طعمه خطير، خطير، خطير. يعني فطار، غدا، عشا، وصفة اقتصادية جدًا، يعني لو أنتِ محتارة تعملي أكلة أو يعني خلاص المصروف خلص قرّب يخلص، عايزة توفّري تعملي الأكلة دي. بعد كده هنجيب طبعًا طماطم نحمّرها برضه في الزيت بتفرق جدًا في المتبل، وهانزل بالفصين التوم، حابة تحطيهم كده في الكبة تفرميهم، أنا حبيت حطيت فصين كده على النار يتحمّروا، وسِبت فصين معايا برضه هاحطهم في الكبة، بيفرقوا جدًا، جدًا في طعم المتبل بتاعي. هاقلّبهم كده من فوق، أنا مش عايزة الطماطم تنزّل مَيّتها، ده يا دوب بس تاخد تحميرة يعني تستوي بس. هاشيله كده زي ما أنتم شايفين. وهاحطه على المناديل برضه، لو الطماطم شاربة كمية زيت تنزّلها كلّها، وال وال التوم بتاعي كده أول ما احمر برضه أنا مش عايزاه يحمر أوي، يا دوب بس ريحته تطلع، وهانزل بالفلفل الأخضر بتاعي والشطة، أنا مش حاطة كتير عشان يبقى طعم البتنجان غالب على أي حاجة أنا حاطاها، يبقى طعم البتنجان بتاعي هو اللي ظاهر. هاحمّره كده مش عايزاه ياخد لون يعني الفلفل خالص، ريحته بس تطلع كده مع الزيت هاقوم شايلاه على طول، وحاطاه برضه على المناديل بتاعته يصفّي، وكده يكون كل حاجة جهزت معايا، كده يكون عملنا البتنجان بتاعنا حمّرناه، جبناه قشّرناه وبعد ما قشّرناه قطّعناه وعفّرناه في الدقيق، قبل ما نعفّره في الدقيق سِبناه على مناديل ينزّل مَيّته، وبعدين عفّرناه في الدقيق وبعدين حمّرناه معايا وبعدين طلّعته وحطيته على مناديل معاكم، وجِبت 2 طماطم و2 فص توم و2 قرن فلفل صغنّن كده مع 2 فصّين توم صغيّرين كده حمّرتهم، وكده كل حاجة تكون جاهزة معايا. هاطلّع الفلفل بتاعي كده زي ما أنتم شايفين، وهاحطه على المناديل بتاعتي كده. وهابدأ بقى أجهّز كل حاجة، زي ما أنتم شايفين البتنجان معايا جاهز كده زي ما أنتم شايفين، ومعايا الفلفل بتاعي والطماطم بتاعتي والفصين التوم زي ما أنتم شايفين، والطحينة بتاعتي طبعًا المتبل يعني طحينة طبعًا، فلفل أسود وكمون وملح وتوم، ومعايا ليمونة ونُص كده لو أنتِ حابة تزوّدي الليمون تمام ما فيش أي مشكلة، ومعايا معلقتين خل، أنا ما باحبش الخل كتير أوي في المتبل فبازوّده بس إيه معلقة خل صغيّرة كده. أول حاجة هانزل بالبتنجان بتاعي في الكبة، لو مش متوفر عندِك الكبة ممكن بالهاند بلندر تفرميهم، ممكن تجيبوا الهون كده وتعملي بيه، يعني أي حاجة متاحة عندِك ممكن بمعلقة كده، يعني مش شرط تضربيه في الكبة، أنا بس باضربه في الكبة عشان يبقى كلّه ناعم وكل المكونات امتزجت في بعضها كده ويبقى سهل عليَّ. بعد كده مش هانزل بس بفص توم واحد لإن أنا حاطة 3 يبقى ده الرابع وهانزل بالبهارات بتاعتي زي ما أنتم شايفين، البهارات دي طبعًا على حسب ذوق، بس كل ما تقللي البهارات كل ما بيكون أفضل وأحسن، طعم الحاجة بتاعتِك بتبان، وطبعًا كمية البهارات في الأكل ده غلط مش يعني مش صحية تمامًا.
نزوّد كده معلقتين طحينة كبار كده حلوين، بيدّوا طعم للمتبل بتاعي حلو جدًا، جدًا. يعني وصفتنا وصفة سهلة كده تحضّريها وأنتِ بتعملي أي أكل طبعًا جنبِك. حطينا طبعًا كده معلقتين الطحينة الكبار زي ما أنتم شايفين كده، ومعايا الخل كده هاحط معلقة صغيرة زي ما أنا قُلت لكم، ما باحبش أكتر الخل في المتبل، ولو عايزة تستغني عنه برضه تمام يعني عادي ما فيش أي مشكلة. بس المتبل حلاوته إن كمية الدهون بتاعته أو الزيوت بتاعته بتبقى قليلة جدًا، يعني تقدري تاكلي وأنتِ متطمنة. هنعصر الليمون بتاعنا كده ليمونتين كده أو ليمونية ونُص على حسب ما تحبي الطعم بتاعِك، وطبعًا هاحطه في الكبة بتاعتي واشغّله كده، وزي ما أنتم شايفين بعد ما ضربته في الكبة ونعّمته كده زي ما أنتم شايفين، تحطي بقى معلقتين زيت زيتون على الوش كده، تحطي شوية خضرة من فوق، تضبّطي الطبق بتاعِك كده، ده على حسب براحتك وعلى حسب اختيارِك، يعني طبق كده بيكون في سفرتِك أو على الصينية بتاعتِك يعني لو عاملة لحمة والّا فراخ والّا يعني مشويات، هيسيبوا المشويات ويقعدوا ياكلوا في الطبق ده. الطبق ده خطير جدًا، جدًا، جدًا وطعمه ممتاز أوي، أوي. يا رب الفيديو بتاعي يكون نال إعجابكم واستنونا في فيديوهات تانية كتير ووصفات أحلى بكتير. ما تنسوش اشتراككم في الفيديو في القناة وإعجابكم في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.